النهارده يا شباب هنتكلم عن تاني مقبرة في منطقة تونا الجبل، وهي مقبرة بيتوزايرس Tomb of Bethosiris. فبنقول أول حاجة the Tomb of Bethosiris is the only freestanding tomb that takes the shape of the facade of the Egyptian temple. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لما نيجي نبص كده على صورة المقبرة من بره هنلاقي إن المقبرة شكلها غريب، هي مش مقبرة في مقبرة لكن هي مقبرة على شكل معبد. لما نيجي نشوف كده الصورة اللي قدامنا أهو، لما نيجي نبص كده على الصورة دي زي ما احنا شايفين المقبرة من بره شكلها كأنها معبد. زي ما انتم شايفين كده في الصورة اهو، الواجهة اللي موجودة دي كأنها واجهة معبد، ولكنها هي مقبرة. فبنقول ان المقبرة دي بترجع dates back to the early Greco-Roman period reign of Ptolemy the first، يعني هي بترجع للعصر اليوناني الروماني في بدايته من ايام الملك بطليموس الاولاني. مين هو بيتوزايرس بقى؟ فنقول بيتوزايرس الاسم بتاعه با دي وزير، يعني ايه gift of Osiris او هدية اوزوريس. was the high priest of Tot، يعني كان كبير كهنة الإله تحت، وده هيهمنا قوي لأن احنا هنلاقي كل الرسومات بتتكلم عن الإله توت، أو لازم هنلاقي الإله توت موجود في أغلب رسومات المقبرة. He built this tomb for himself, his father Shisu, his brother Jed Tot Uefangh, and his son Zihu. يعملون ان بيتوزايرس لما عمل المقبره ديت كان عاملها علشان هو نفسه شخصيا لبيتوزايرس ذات نفسه، وعلشان يدفن فيها باباه اللي هو شيسو، وكمان يدفن فيها اخوه اللي هو اسمه جد توت يو اف عنخ، ويدفن كمان ابنه او يبقى في مكان لابنه من بعده اللي هو اسمه زيهو. كلهم كانوا هاي بريستس اوف توت، يعني كلهم كانوا بيشتغلوا نفس الشغلانه، ان هم كبار كهنه الاله توت. وبالتالي نقدر نقول ان في 3 جنريشنز، 3 اجيال مدفونين جوه المقبره ديت. مين هم ال3 اجيال؟ اول حاجه شيسو اللي هو الاب الكبير او الجد شيسو، وبعد كده بيتوزايرس، حلو، واخوه اللي هو جد توت يو اف عنخ، ادي كده الجيل الثاني. والجيل الثالث اللي هو مين؟ زيهو من بعدهم. طيب نيجي نتكلم بقى على المقبره ذات نفسها، فبنقول زي ما قلنا ان توم تيكس ذا ريكتانجلر شيب، هي شكلها مستطيل. It's built from both limestone and sandstone، مبنيه باحجار من الحجر الجيري والحجر الرملي. measures 6 meters in width، 6 متر في العرض، 7 meters in length، و7 متر طول. consists of a pronaos and a naos، وبتتكون من جزئين، حاجه اسمها البرونيوس وحاجه اسمها النيوس. ايه هو البرونيوس؟ اللي هو الجزء البراني، اللي هو الجزء ده. نيجي نبص كده على الديزاين اهو، ده البرونيوس، نعمل هنا مثلا باللون الاحمر اهو. الجزء ده اللي هو البرونيوس، اللي هو المربع ده، ده كل ده البرونيوس. حلو. المربع اللي وراه اللي فيه البريال شافت او المدفن، يعني ده المكان ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه النيوس. طيب نرجع نكمل، فبنقول ده توم از فيمس فور ايه بقى؟ الحته دي مهمه جدا. المقبره دي مشهوره بالميكسد ايكونوجرافي. يعني ايه ميكسد ايكونوجرافي؟ يعني خليط ما بين الفن المصري والفن اليوناني. حلو. اهو ايه هو الميكسد ايكونوجرافي دوت؟ اللي هو معناه using both schools of art، استخدام نوعين من الفن، the ancient Egyptian art والجريكو رومان art. طب ظهر فين الميكسد ايكونوجرافي دوت؟ clearly appeared in the Pronaos، يعني ظهر في البرونيوس. الرسومات كلها معموله ميكسد ايكونوجرافي. تمام. الرسومات دي كلها بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن daily life scenes، يعني الرسومات اللي موجوده في البرونيوس بتتكلم عن رسومات الحياه اليوميه، daily life. حلو. يبقى قلنا كلمه ميكسد ايكونوجرافي دي معناها ايه؟ معناها استخدام نوعين من الفن، ancient Egyptian art والجريكو رومان art، والاثنين في نفس المكان، both in the same tomb. ظهر فين بقى الميكسد ايكونوجرافي جوه مقبره بيتوزايرس؟ بيقول لك اول حاجه رقم واحد استخدام اللايت بلو كلر، اللون الازرق الفاتح، which is the Greek color appeared for the first time in this tomb. يعني اول مره نلاقي اللون الازرق الفاتح ده كان في المقبره ديت. حلو. طب هنسال سؤال، طب ما المصريين كانوا بيستخدموا اللون الازرق، ايه الفرق بين اللون الازرق اللي بيستخدموه المصريين والازرق اللي بيستخدموه اليونان؟ اللون الازرق بتاعنا اللي مشهور اللي بيتعمل فيه الستارز بتاعت الالهه نوت، ده بيبقى اللون الازرق الغامق، اللي هو زي لون كان البيبسي. لكن الازرق اللي بيستخدموه اليونان كان هو الازرق الفاتح. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه ظهر في ايه برضو الميكسد ايكونوجرافي؟ ان الديسيزد والوركرز بتوعه كلهم appeared in frontal view، يعني المتوفي والناس اللي شغالين في المقبره او الناس اللي بتعمل الحياه اليوميه، حاجات الحياه اليوميه، كلهم بيبانوا من قدام، frontal view. زي ما نيجي نشوف كده في الصوره ديت اللي موجوده هنا اهي، الصوره اللي موجوده قدامنا اهو. زي ما احنا شايفين الناس اهو باينه بفرونتال فيو، يعني الراجل اهو اللي بيعمل القمح بيبين من فرونتال فيو. تمام. وناس كتير برضو موجوده في الجناب
برضو معمولين بفرونتال فيو. طيب نكمل بقية الكلام. بنقول the male and the female figures of all dressed in Greek tunics and with curly hair. يعني كل الرجالة والستات اللي مرسومين وهم لابسين العبايات اليوناني الجريك تونكس، وكمان عندهم شعر الكيرلي هير. وده نقدر نشوفه حتى في المتحف المصري في التماثيل بتاعت ملوك البطالمة. نلاقي التماثيل الملوك زي تماثيل ملوك المصريين بالظبط، لكن شعرهم باين من تحت النمس هيد دريس، شعرهم باين الكيرلي هير طالع من تحت النمس هيد دريس. فلما نشوف الشعر ده نقول على طول ان ده تمثال لحد من العصر اليوناني. طيب نيجي نتكلم بقى على الفساد او الواجهه بتاعه المقبره. فبنقول in front of the tomb lies a high horned altar made out of stone. يعني قدام المقبره في عندنا حاجه اسمها altar. altar ده زي مذبح او يعني مكان بيتقدم عليه الاوفرينجز، وموجود قدام المقبره. والالتر دوت هاي هورنز، يعني ايه؟ ليه زي بروزات طالعه منه. البروزات دي عامله زي شكل القرون اهو، زي اللي موجود في الصوره هنا قدام المقبره بتاع بيتوزايرس. الشكل اللي هو المكعب اللي واقف ده وليه قرون من الجناب، هو ده الهاي هورند التر اللي معمول علشان يتحط عليه الاوفرينجز. طب نيجي نتكلم بقى على الفساد ذات نفسه او الواجهه بتاعه المقبره. الفساد of the column consists of four columns attached to one another by means of screen walls. يعني ايه؟ بنقول ان احنا في عندنا 4 columns، 4 columns موجودين قدام المقبره. يعني لما نيجي نشوف اهو في الصوره مره تانية، نلاقي ان الصوره فيها ال4 عمدان موجودين في واجهه المقبره. تمام. طيب فبنقول ان المسافه ما بين كل عمود والتاني في حاجه اسمها سكرين وول. لما نيجي نبص كده على الديزاين اللي موجود اهو، لما نيجي نبص هنا كده في الديزاين دوت اهو، هنلاقي ان احنا عندنا هنا ما بين كل عمود والتاني في سكرين وول. السكرين وول اللي هي الحيطه اللي في النص ما بين كل عمود والتاني، اللي هي هنا بالظبط دي كده سكرين وول اهي، دي كده سكرين وول، هنا سكرين وول. فكده في عندنا 6 سكرين وولز، تمام، ما بين كل عمود والتاني، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي بتاعة المقبرة اهو. في عندنا سكرين وول ما بين كل عمود، تمام. وطبعا اللي هو الجزء الخارجي للمقبرة او الحيطة الخارجية للمقبرة، العمود الخارجي يعني للمقبرة، ده برضو يعتبر كأنه عمود ساند السقف وواصل ما بينه وبين العمود اللي جوه سكرين وول. طيب فبنقول احنا عندنا كمان في two columns on the sides have palm leaves capitals while the two in the middle have composite floral capitals. يعني ايه؟ بنقول ان العمودين اللي موجودين على الجناب السايدز موجودين ب palm leaves، يعني التاج العمود نفسه عبارة عن شكل ورق النخل، جذوع النخل. لكن العمودين اللي في النص دول الاتجاه بتاعتهم فلورال كابيتال. يعني بالظبط كده لما نيجي نشوفها حتى في الصورة هنلاقي إن العمودين اللي في النص الجزء الفوقاني بتاعهم شكله مختلف عن شكل العمودين اللي موجودين في الطرف. لما نيجي نعملهم كده في الرسمة أهو، يعني تاج العمود اللي من بره أهو، ده العمود اللي من بره والعمود ده اللي من بره الاتجاه بتاعتهم مختلفة عن العمود اللي هو في النص اللي عند البوابة. حتى نقدر نشوف ده في الصورة واضحة جدا. On the either side of the entrance of the tomb there is a speech of Petrus. فين؟ عند الانترانس، عند المدخل بتاع المقبرة في speech، يعني في كلام بيقوله بيتروزايرس بيتكلم مع ال visitors of the tomb. بيقول لهم ايه بقى؟ asking them to make offerings to him. يعني هو بيطلب منهم لما يجوا يجيبوا له offerings. ال offerings دي عبارة عن ايه؟ thousands of beer, thousands of wine, thousands of oxen and thousands of fowls. يعني بيطلب منهم يجيبوا معاهم 1000 بيرة و1000 خمر و1000 اوكسن و1000 من الفاولز. يعني كانوا بالظبط زي شحات وبيتأمر. هو بيقول لهم يجيبوا معاهم ايه وهم جايين. فين الكلام دوت؟ الكلام ده موجود هنا، الكلام اللي موجود هنا ما بين الانترانس هنا، على جانبين الانترانس. هو بيتكلم بيقول للناس تعمل ايه او يعني تجيب ايه معاهم وهم جايين. علشان نشوف شكل اوضح اهو، الصورة اللي قدامنا ديت بتبين الانترانس، والانترانس ما بين العمودين اللي في النص، ومكتوب الكلام اللي هو بيقوله. يبقى عندنا في الأول خالص on the either side of the entrance ممكن نكتب هنا رقم 1 من ضمن الرسومات اللي موجودة، إن هو أول رسمة عندنا في المنهج أهو هنا على يمين وشمال المدخل، يعني نكتب عليهم رقم 1. في عندنا بيتروزايرس بيتكلم مع الناس بيقول لهم يجيبوا معاهم إيه هم جايين. As for the screen walls they are also decorated with scenes and descriptions. يعني السكرين وولز اللي ما بين كل عمود والتاني
فيهم سينز. ايه بقى السينز اللي موجوده؟ نكتب رقم 2. The first two on either side of the entrance, the doorway, are decorated by the autobiography of Petozyrus and his family members. يعني بنقول بالظبط عند المدخل الانترانس بتاع المقبرة، تمام، موجود عليهم الدور واي على الباب ذات نفسه مكتوب السيرة الذاتية بتاعت بيتوزايرس، زي بالظبط لما كنا بنشوف في بني حسن لما كانوا بيكتبوا السيرة الذاتية بتاعتهم على الباب. يبقى فين الكلام دوت؟ موجود هنا بالظبط، رقم 2 موجود الناحية دي، تمام، مكتوب السيرة الذاتية بتاعت بيتوزايرس وأعضاء العيلة بتاعته. حلو. طيب بعدين بنقول the two screen walls in the middle they are decorated by scene of Osiris in front of God Tot in his ibis form. رقم 3 يبقى نيجي للسكرين وولز اللي موجودين في النص هنا، يعني رقم 3 هنا ورقم 3 هنا، عندنا صورة لبيتوزايرس وهو واقف مع توت في الشكل بتاعه اللي هو شكل الايبس او طائر الايبس. طبعا الصورة مش هتبقى واضحة هنا قوي، فانتم ممكن تعملوا لها داونلود وتعملوا زوم على الصورة علشان تشوفوها بشكل اوضح. نيجي بعد كده بنقول the two outer screen walls، نكتب كده رقم 4 اللي هم السكرين وولز اللي من بره decorated by similar scenes of Petosaurus in with توت، بس المرة دي واقف على شكل البابون، يعني هو واقف مع توت بس المرة دي توت واقف بشكل البابون. يبقى الاثنين في النص هو واقف مع توت بس توت بشكل الايبس. اللي من بره اللي هم هنا بالظبط، يعني رقم 4 ادي الناحية دي وأربعة اهي الناحية دي، هو واقف مع توت ولكن في الشكل بتاعه اللي هو شكل البابون. As for the pilaster on the extreme outer sides، يعني على البلاستر اللي هو طبقة الملاط أو طبقة الجص اللي موجودة على الاكستريم outer sides اللي هم العمودين السقف اللي هم دول، يعني العمود اللي هنا ده والعمود اللي هنا دوت، دول الاكستريم outer sides. دول متقسمين ل 3 registers، متقسمين لثلاث أجزاء. بيتوزايرس واقف مع عدد من الآلهة زي ما هنشوف دلوقتي. بنقول the right side يعني العمود اللي على إيدك اليمين بيبين ايه؟ ان بيتوزايرس واقف قدام نفتيس في البوتوم ريجستر، يعني بالظبط هنا اهو، هنا هو بيتوزايرس واقف مع مين؟ واقف مع نفتيس، نكتب ان جنبيها. في الميدل واقف مع اوزايرس، هنا في النص واقف مع اوزايرس. وفي فوق خالص موجود مع سكر اهو، هنا نكتب اس. حلو. يبقى في الاول واقف مع نفتيس، بعد كده واقف مع اوزايرس، وفوق خالص واقف مع سكر. طب نيجي للليفت سايد الناحيه الشمال، هنلاقي اللور ريجستر واقف مع ايزيس، واقف مع الإله ايزيس، نكتب بيها اي. وبعد كده واقف مع اوزايرس تاني في النص اهو ادي اوزايرس. وبعد كده واقف مع حد مش معروف unidentified head is damaged، يعني واقف مع حد فوق احنا مش عارفينه، فنعمل جنبيه علامة استفهام لان احنا مش عارفين مين اللي هو واقف معاه في الجزء ده من العمود. ده كده بالنسبة للواجهة بتاعة المقبرة. نيجي ندخل بقى على البرونيوس او الغرفه الاماميه او الغرفه الاساسيه او الغرفه، انا اسف، او الغرفه في المقبره. ونيجي بقى نعمل ايه؟ نوزع الارقام بتاعه السينز. طيب ناخد كده اول حاجه على طول بنقول the entrance leads to a pronaos rectangular hall، صاله مستطيله whose walls are decorated by daily life scenes، عندها رسومات حياه يوميه بتبين الميكسد iconography. أول حاجة خالص اللي هو سين رقم 1. سين رقم 1 موجود فين؟ at the back of the screen wall on the left hand side، يعني أول ما تخش على إيدك الشمال ده كده السين رقم 1 أهو، هنا السين رقم 1. طيب سين رقم 1 بيقول لك إيه؟ Two men seated on either side of a heap of berries، يعني في اتنين رجالة قاعدين جنب كومة من التوت. بيعملوا إيه؟ Removing the bad ones from the heap، بيشيلوا التوت الوحش من الكومة. A third man is showing emptying a sack of berries، وفي راجل تالت بيدلق لهم توت تانيين عشان يطلعوا منه الحلو من الوحش. lower down the scene two methods of crushing the berries، في رسمة للعمال وهم بيدوسوا على البيرز على التوت عشان يطلعوا منه العصير بتاعه، أو بيعصروه يعني بينزلوا منه الزيت بتاع التوت. نيجي بقى للسين رقم 2. طبعا كل السينز دي مش موجودة في الكتاب، يعني لما نيجي نبص في ظهر الكتاب مش هنلاقي السينز ديت، فعشان كده بنقول ان احنا نحاول نطلع السينز من الانترنت عشان نعرف شكلها. هو طبعا احنا عارفين ان في الامتحان مش هيجي سينز من بره اللي موجودين في الكتاب، فده يعني ايه للناس بس اللي عايزة تعرف شكل السين عامل ازاي، يعني لو تصادف ان انتوا في يوم من الايام
في شغلكم رحتوا للمكان دوت وشفتوه، او رحتوا المقبره دي وشفتوها، تبقوا عارفين السينز، ما تفضلوش تدوروا عليها كتير. هي ممكن تكون موجوده في السينز المتلونه هنا دي بالشكل ده، لكن الموضوع محتاج ايه شويه تدوير. السين رقم اتنين بيعمل ايه بقى؟ الكاربنترز النجارين making funerary furniture بيعملوا ادوات الجنائزيه. It also showed the goldsmiths melting gold to make the jewelry. يعني بيبين الناس اللي هم اللي بيعملوا الذهب وهم بيسيحوا الذهب علشان يعملوا الجولري. ده برضو السين ده موجود على الليفت وول. طيب نيجي بعد كده السين رقم ثلاثة. السين ده بقى اللي هو موجود أول ما تخش، مش هنقول الحيطة اللي في ظهرك على طول على الشمال، لا دي الحيطة بقى اللي على الإيد الشمال، أو الحيطة اللي ناحية الشمال على طول. بيبين agricultural scenes رسومات زراعية. lower register بيبين ال workers plowing the land وهم بيحرثوا الأرض. throwing the seeds وبيرموا البذور. the middle register shows harvesting the flax وهم بيحصدوا الكتان. collecting it into bundles وهم بيجمعوه في حزم. the top scene shows harvesting and threshing the wheat وبعد كده وهم بيلموا المحصول وبيطلعوا القمح من الورقة بتاعت القمح، أو يعني زي ما نقول إيه بيفصصوا القمح من الزرع بتاعه. ده السين رقم ثلاثة واللي هو موجود هنا اهو. ده هنا كده السين رقم ثلاثة. الصورة بتاعت جمع حزم القمح اهي. دي الصورة اللي هما بيثراشنج ذا ويت. هما بيغربلوا القمح علشان يطلعوا البذرة بتاعته اللي موجود في الصورة اللي قدامنا دي. طيب نيجي بعد كده للسين رقم أربعة وخمسة. دول موجودين فين؟ on either side of the entrance to the naos على مدخل بتاع الناموس أو المكان اللي موجود فيه غرفة الدفن. بيبين ايه بقى؟ بيتوزايرس and his wife واقفين مع other members of the family. يعني بيبين بيتوزايرس ومراته مع بقية العيلة بتاعتهم. ده سين رقم أربعة أهو، أدي أربعة الناحية دي وأدي خمسة الناحية التانية على يمين وشمال مدخل غرفة الدفن. سين رقم ستة اللي هي الحيطة اللي على إيدينا اليمين بتبين كاتل بريدنج سينز، بتبين وهم بيجوزوا الكاتل لبعضهم، بيجوزوا الماشية. وبعد كده في عندنا ايه representing the mating between an ox and a cow. يعني المنظر ده كله تجويز الحيوانات لبعضيها. بيجوزوا ox and cow تور لبقرة، وبعد كده بيبين ايه بقى الكاو in labor، يعني الكاو هي بتولد الكالف العجل بتاعها. another scene shows a man sitting underneath a cow and milking it. وفي رسمة لراجل قاعد تحت البقرة وهو بيحلبها. ده الرسمة رقم 6. lower register بيبين gathering the grapes، هما بيلموا العنب بيعملوا منه الخمر. يجي بعد كده السين 7 and 8. دول الموجودين اول ما بتخش على ايدك اليمين على طول اللي هي الباك سكرين وول on the right hand side على ايديك اليمين. بتبين ايه بقى الرسومات اللي هي 7 و8 اهم. ادي الرسمه رقم 7 وادي الرسمه رقم 8. بتبين ايه الرسمه ديت؟ هامرنج ميتال، بيخبطوا على بيدقوا الحديد علشان يعملوا منه اوفرنج تيبل، يعملوا منه ترابيزات القرابين، وكمان يعملوا منه الجيم بيسز اللي هي بتاعت لعبه السنت جيم. وفي رسمه بتبين weighing of the metal jar وهم بيوزنوا الميتال جار او بيوزنوا الاوعيه المصنوعه من المعدن. في رسمه بقى بعد كده بنقول ايه في interior side of the pilaster، في رسمه من جوه العمود اللي هو شايل السقف من الكورنر. تمام. بتبين بيتوزايرس showing and playing the Senate game وهو بيلعب لعبه السنت. تمام. الرسمه دي هنعمل عليها نجمه علشان نعرف مكانها فين بالظبط، نجمه وحواليها دايره عشان نعرف مكانها فين. هي هنا بالظبط، هنا كده شايفين الجزء ده، الجزء الجانبي ده عند الكورنر في ظهر العمود البلاستر اهي دي. نعمل كده النجمه اللي حواليها الدايره، هو ده المكان اللي فيه الرسمه بتاعه بيتوزايرس وهو بيلعب لعبه السند جيم. دي كده بالنسبه للرسومات اللي موجوده في البرونيوس. بعدين بنقول the pronaos gives access to the naos by means of doorway مدخل whose sides are decorated by lines of inscriptions giving the detailed autobiography of Petrosilis. يبقى برضو المدخل بتاع النيوس عامل زي مدخل البرونيوس، الاثنين مرسوم عليهم رسومات اللي بتحكي السيرة الذاتية بتاعت بيتوزايرس. طيب نيجي نتكلم بقى على النيوس. النيوس عبارة عن أوضة مستطيلة برضو contains 4 pillars، من جواه في 4 عمدان supporting the roof. زي ما احنا شايفين هنا اهو، ادي 4 عمدان اهم. وما بين ال4 عمدان طبعا في البريال شافت او المدفن اللي تحتيه مدفون فيه العيله بتاعت بيتوزايرس.
At the middle of the hole there is a burial shaft is about 8 meter in depth. 8 متر عمق الشافت ده 8 متر. وتحتيه في الاخر في البريال شامبر اللي جواها الماميز بتاعت بيتوزايرس وباباه واخوه وابنه اللي كلهم هاي بريس اوف توت. الحيطان بقى بتاعت النيوس are mainly decorated by funerary and religious scenes. مهم قوي الحته ديت، ان الحيطان بتاعت الحيطان بتاعت النيوس كلها رسومات دينيه ورسومات جنائزيه. ليه؟ لان ده المكان اللي هم مدفونين فيه. وكمان الحاجه المهمه جدا جدا ان كل الرسومات او يعني 90% من الرسومات اللي موجوده كلها بالتقاليد المصريه او رسومات بالفن المصري. الرسومات اللي موجوده في النيوس اغلبها بيتبع الفن المصري القديم، على عكس البرونيوس اللي كان اغلبه رسومات من الجريك. However, the lower register, some of the walls of the neo show scenes following the Greek-Roman style of art. يعني بعض الرسومات اللي موجودين في الجزء الجنوبي من النيوس، الحيطان أنا آسف الجزء السفلي من حيطان النيوس بيتبع الفن اليوناني الروماني. It should be noted that many of the scenes in the Neos are copied from the Book of the Dead and the Amid-Wat. يعني أغلب الرسومات اللي موجودة في النيوس أغلبها رسومات من كتاب الموتى وكتاب ما يوجد في العالم الآخر اللي هو اسمه الإميد-وات. يبقى الراجل اللي كان مدفون دوت عمل إيه؟ عمل الجزء الخارجي من المقبرة رسومات يونانية ورسومات حياة يومية. ده في الجزء الخارجي. الجزء الداخلي عمل رسومات دينية، والرسومات الدينية ديت بما إن الراجل ده كان كاهن مصري فهو راح رسم الرسومات بالفن المصري وعمل الرسومات اللي بتخص الديانة المصرية القديمة ورسومات البوك اوف ذا ديد والإيميت وات. ليه عمل الرسومات دي؟ to facilitate the passage of the soul of the deceased to the underworld. علشان تسهل روح المتوفي إنها توصل للعالم الآخر. الجدير بالذكر بقى إن حتى اليونانيين ذات نفسهم لما عملوا مقابر ليهم كانوا برضو بيرسموا رسومات للآلهة المصرية وكانوا بيرسموا رسومات للآلهة اليونانية برضو، زي ما هو موجود في مقبرة كوم الشقافة في اسكندرية. يعني إن شاء الله لما هتاخدوا مقابر كوم الشقافة في سنة رابعة هتلاقوا إن المقابر فيها رسومات لآلهة يونانية والآلهة مصرية، وكمان رسومات للتحنيط ورسومات للآلهة المصرية مع الملوك المصريين. ليه؟ لأن اليونانيين ذات نفسهم لما جم مصر تأثروا بالفن المصري وتأثروا بالعقيدة المصرية، وكمان بدأوا يحنطوا الناس المتوفيين بالتقاليد المصرية القديمة بدل ما كانوا بيحرقوهم زي ما كان بيحصل في اليونان. The scenes on the left part of the naos present Shisu, the father of Petosiris and the high priest of Tot. بنقول الجزء الشمال، الناحية الشمال من الناموس بيمثل اللي هو شيسو أبو بيتوزايرس اللي كان كبير كهنة للتوت. والside of the pillars are all decorated by scenes of the deceased in the front of different deities. يعني الرسومات اللي على العمدان البيلرز كلها رسومات للمتوفي وهو واقف مع آلهة مختلفة، بس طبعا ما تحددش المتوفي ده هل هو شيسو برضو ولا بيتوزايرس ولا بقية العيلة. طيب نيجي بقى أول حاجة لسين 9. سين 9 ده بيبين مين؟ شيسو and his wife، يعني شيسو ومراته ده الناحية الشمال. يعني سين رقم 9 ده موجود على الناحية الشمال زي ما قلنا، لأن الجزء اللي على إيدينا الشمال من النيوس الجزء ده بيبين شيسو، فهو سين رقم 9 اللي هو موجود هنا بالظبط أهو. سين رقم 9 على إيدينا الشمال بيبين شيسو ومراته قدامهم السيكريت تري، الشجرة المقدسة اللي بتطلع منها الإلهة نوت. بعديها عندنا سين 10. سين 10 اللي هو الحيطة اللي على إيدينا الشمال بتبين transportation of the funeral equipment، نقل الأدوات الجنائزية بتاعت شيسو للمقبرة بتاعته. من ضمن الحاجات دي اللي بينقلوها الناموس اللي جواه التمثال بتاعه being brought on a cart. مهم قوي الحتة ديت ان هم بينقلوا التمثال على كاريتا. الكارت اللي بتجرها الحيوانات مش محطوط على سليدج زي ما بيحصل دايما. يعني في السين رقم 10 اللي هو هنا موجود هنا اهو، سين رقم 10 بتبين وهم بينقلوا التابوت، بينقلوا الناموس، انا اسف. الناموس ده عباره عن زي بوكس كده كبير، تمام، بوكس عامل كده، تمام. البوكس ده جواه تمثال للمتوفي بيبقى واقف، المتوفي كده واقف ماسك العصايه بتاعته، تمام، جوه الناموس دوت، جوه الصندوق ده. فالمهم ان الناموس ده بينقلوه على ايه؟ في العادي المصريين القدماء كانوا بينقلوه على سلاجز، على زحافات. يعني في الفن المصري القديم كانوا بينقلوه على زحافه ويتجر. لكن هنا في المقبره بتاعه بيتوزايرس هم تقريبا عملوا حاجه تكنولوجيه جديده فبداوا ينقلوه على كاريتا تجروا حيوانات اسهل يعني.
بدل ما بيتنقل على سليدجز. طبعا النقطة دي مهمة جدا. في رسمة تانية بنقول represents شيسو as a mummy standing on a staircase، واقف على سلم قدام المقبرة، وكمان قدامه his grandson حفيده اللي هو مين؟ زيهو. زيهو عامل ايه؟ لابس البانثر سكين، لابس جلد الفهد، وبيعمل بيوريفاينج للمامي بتاعت his grandfather. يبقى بنقول إن في رسمة لشيسو على ان هو موميا واقف على سلم، وقدامه حفيده زيهو لابس جلد الفهد بيعمل بيوريفيكيشن للموميا بتاعت جده. والصورة دي موجودة اهي، كنت لمحتها هنا اهي بالظبط. او ادي اهو الراجل واقف، تمام، شيسو، وقدامه حفيده اللي هو زيهو لابس جلد الفهد زي ما احنا شايفين في الصورة، وبيعمل له بيوريفيكيشن. طيب بعد كده في oxen are being slaughtered are shown slaughtered under شيسو's feet، بيذبحوا تيران عند رجلين شيسو. نيجي بعد كده لسين رقم 11 و13. سينز 11 و13 دول متوزعين اهو هنا، 11 و13 موجودة الناحية التانية. الجزء ده اللي في النص ما بينهم ده عبارة عن زي ديبريشن كده في الحيطة، أو زي نيش، زي يعني زي تجويف في الحيطة، في رسومات تانية، لكن مش ما فيهوش تماثيل. يعني مش ده زي المقابر بتاعت بني حسن أو تل عمارنة، لا ده زي تجويف في الحيطة داخل لجوه كده في رسومات تانية. طيب 11 و13 بيبينوا إيه؟ 9 squares of baboons، 9 قرود موجودين جوه سكويرز، وكلهم رافعين ايديهم in adoration لمين؟ لشيسو on a large scale. يعني في رسمه لشيسو موجود، والتسع قرود بابون دول على الناحيتين بيرفعوا ايديهم وهم بيتعبدوا لشيسو. بعد كده عندنا السين رقم 12، ده اللي موجود في النص بقى. سين رقم 12 بيبين الاله خيبري، اللي هو خيبري ده اله الابديه، تمام، اللي هو معناه ستيبل، stability يعني، على شكل السكرب. يعني خبريه واقف مش راجل براس سكرب، لا هو كله على بعضه سكرب موجود، ولابس القاطف كراون، لابس تاج القاطف، وحواليه عن اليمين وشماله الإلهة نخبت والإلهة وادجت as a female figures بشكل ستات أو اتنين ستات بالهيد اوف فولتشر والهيد اوف كوبرا. يعني نخبت وادجت واقفين على شكل إلهتين عزيز اتنين ستات، ولابسين وراسهم مكان راسهم الفولتشر والكوبرا اهم زي ما نشوف كده في الصورة هنا. هحاول كده اشوف لكم الصورة، هي كانت موجودة قدامي بس اهي اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. ادي ادي في النص هنا في الجزء التحتاني من الصورة في عندنا الالهتين نخبة وادجت، وفي النص ما بينهم الخبر اللي هو شكل الجعران. نيجي نشوف كده الصورة بشكل اوضح. لو لقينا كده هنا اهي، تمام. في الصورة الدبريشن اللي في النص اهو، ادي نخبة وادجت واتنين ستات واقفين، وفي النص ما بينهم علامة الخبر الجعران، وفي كمان قرص الشمس. They are presented with outstretched wings، واقفين فاتحين جناحاتهم. each housing the Shen sign of eternity، وكل واحدة فيهم ماسكة الدايرة اللي في النص دي اللي هي الشن، علامة الشن، هي مش قرص الشمس اللي في النص، دي علامة الشن اللي في النص ما بينهم اللي هو sign of eternity اللي بيتكتب جواها أسامي الملوك. نيجي بعد كده لسين رقم 14 اللي بيبين a line of deities، مجموعة من الآلهة in front of God Tot. سين رقم 14 اللي هو موجود هنا على طول، 14 على ايدينا اليمين 14. وبعد كده في عندنا سين رقم 15 بيبين 9 بابونز، 9 قرود تانيين worshippers of the sun، بيتعبدوا لإله الشمس، رقم 15 هنا. وبعد كده رقم 16 بعديهم على طول اهو. فبنقول رقم سين رقم 16 it contains the inscription of the erection of the jet pillar، إقامة العمود الجد، رمز للريزوركشن أو رمز للبعث. تمام. ده كده بالنسبة ل 14 و15 و16 اللي موجودين على إيدينا اليمين. طبعا هي الرسومات موجودة هنا بس هي للأسف مش هتبقى باينة بشكل كويس. دي الرسومات اللي على إيدينا الشمال، دي الرسومات اللي على إيدينا اليمين. للأسف مفيش رسومات ديتيلد أكتر من كده تعرف تبين لنا بقية الصور. احنا مثلا زي ما شايفين ده اهو، وهم بيعملوا زيهو وهو بيعمل بيوريفيكيشن للموميا بتاعت جده شيسو، وتحت السلم وهم بيذبحوا التيران قدامه. في عندنا هنا اهي في رسمة تانية للرسومات الاجريكلتشر سين، تمام.
اعتقد ان ممكن يكون في لينك مبين الرسومات دي كلها او مجمع الرسومات دي كلها، فانا ان شاء الله هدور كده وهحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هتلاقوا فيه موجود موقع مجمع الرسومات دي كلها مع بعض. ده كده بالنسبة لمقبرة بيت أوزايرس.